هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي تشانل. فيديو النهارده هتكلم عن اهم الحاجات اللي انا عملتها في 2024. الفيديو ده ممكن ما يبقاش فيه حد مهتم بيه، وانا اساسا حتى مش عارفه انا ممكن انزله ولا لا. بس اتس اوكي، هعمل الفيديو وخلاص وبعد كده نشوف موضوع هينزل او لا. دي المهم ان انا هتكلم عن اهم الحاجات اللي انا عملتها في 2024، اللي انا اساسا افتكرتها من النوت اللي انا بكتب فيها الامتنان بتاعي كل يوم. اكيد في ايام عدت وحشه يعني اكيد، بس اكيد الواحد بيفتكر الحاجات الكويسه دي لما بيكتب كل يوم عن الحاجات الحلوه اللي حصلت في يومه. المهم ان في حد ممكن يشوف الحاجات اللي انا هتكلم فيها دي تافهه، او عملها من زمان، او عملها حتى وهو صغير، فممكن بالنسبه له ايه الهبل اللي انت بتتكلمي فيه ده. بس اتس اوكي، دي حاجه انا عملتها وانا عندي 27 سنه، فبالنسبه لي انجاز انجاز بجد ان انا وصلت للحاجات دي، حتى لو وانا كبيره، او وانا كبيره نص نص كده يعني. المهم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه وهي ان بدات اروح الجيم. بالنسبه لي ان انا اروح الجيم دي حاجه كبيره جدا، عشان انا كنت الاول بدفع الاشتراك بتاعي وبالكتير قوي اروح مره اتنين تلاته، وبجد ما كنتش بروح تاني. بس بقى اللي اتغير السنه دي ان انا دفعت اشتراك الجيم وبالفعل رحت. وكمان ما كنتش بروح مثلا مره في الاسبوع وخلاص، لا كنت بروح 3 مرات في الاسبوع، وكمان لمده تقريبا 6 شهور. فدي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. وبجد مش هقول لك بقى ان الجيم هيغير حياتك بقى عشان ما بقاش اوفر وكده، بس فعلا الجيم هيغير فيك حاجه انا مش قادره اوصفها. بس حاسه ان اللي راحوا الجيم وانتظموا فتره طويله هيكونوا فاهمين قصدي ايه. بلس كمان بقى ان هو بيغير في نفسيتك، واكيد اكيد بيغير في صحتك، لانك اكيد بتستثمر في صحتك. يعني انا كنت الاول حرفيا لو روقت السرير بتاعي هحس ان انا روحي بتطلع. دلوقتي بشيل اوزان ما كنتش اتوقع ان انا اشيلها او كده. طبعا في الاول كنت بشيل نص كيلو، كيلو 2 كيلو، بس بالنسبه لي كان وزن. دلوقتي برضو ممكن بالنسبه لناس تانية بشيل اوزان هبله، بس بالنسبه لي انا انجاز. غير بقى احساس ان انت عملت حاجه في يومك، يعني عملت حاجه في يومك، انجزت حاجه. يومك ما ضاعش هباء كده وخلاص، لا عملت حاجه لصحتك وحاجه كمان مفيده. بالنسبه لي كمان احساس الانجاز اللي انا كنت بحس بيه بنهايه اليوم اللي انا كنت بروح الجيم، ان انا عملت حاجه في يومي مفيده وكده، فبالنسبه لي كمان دي كانت حاجه كويسه. تاني حاجة ودي برضو بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، وهو اني قللت سكر. انا بجد بشتغل على الموضوع ده بقالي اكتر من سنتين. لان انا كنت الاول مثلا ممكن على كوباية الشاي اشرب مثلا 5 معالق سكر والله، ويمكن اكتر كمان. بدأت بقى ان انا اقللهم من 5 ل4 ل3 ل2. دلوقتي وصلت ل1.5، يعني معلقة ونص يعني. ممكن اساسا حد ما بقاش بيشرب سكر خالص مثلا، او بيحط نص معلقة، فشايف برضو ان المعلقة ونص دول كتار، بس دول فعلا بالنسبة لي انا انجاز. يعني انا ممكن مثلا ما اكلش طول اليوم، بس فعلا ممكن اشرب في اليوم مثلا اكتر من 5 6 مشروبات. فتخيلوا بقى لما اشرب على كل مشروب واحد 5 6 7 معالق، على نهاية اليوم مثلا ممكن ابقى شربت اكتر من 30 معلقة سكر. فانهم يتقللوا لحد ما يبقوا مثلا فرنج 4 5 معالق سكر، فده بالنسبة لي انجاز كبير قوي قوي، انا مبسوطة منه. إيه كمان مش هقف بس عند المعلقة ونص دول، اكيد اكيد هحط من اهداف بقى السنة الجديدة ان هما مثلا يكونوا نص معلقة وكده. بس ده بالنسبه لي انجاز كبير قوي للسنه دي. تالت حاجه وهو الاكل الصحي. اللي عارفني عارف ان انا تقريبا كل اكل من بره. فالسنه دي مؤخرا كده بسبب الجيم بدات، طبعا مش اول ما بدات الجيم بصراحه يعني، هو الكلام ده مؤخرا يعني، ان انا بقيت بحاول ان انا اعمل اكل في البيت. ان انا مش بحب اعمل اكل، او مش بحب، يعني ما بحبش الكركبه اللي بتيجي بعد ما بعمل الاكل. فكره بقى ان احنا نقعد بقى نغسل المواعين، وان احنا نظبط المطبخ وكل الحاجات دي اللي ما بحبهاش، لكن بحب اطبخ عادي. بس طبعا بقى كنت بستسهل وبكسل بقى ان انا اروق المطبخ بعد ما اطبخ وكده، فكنت بستسهل واطلب اكل من بره. دلوقتي بقيت بحاول ان انا دايما اعمل اكل في البيت، وان هو يكون اكل هيلسي عشان العضلات اللي انا بحاول ابنيها من الجيم، فعشان ما ابوظش ده فبحاول ان انا امشي كله مع بعضه يعني الى حد ما. كمان لو انا حتى اكلت من بره بحاول ان انا اختار اكتر اوبشن هيلثي. يعني مثلا لو انا قدامي بيتزا وباستا وكده، بحاول ان انا اختار اكتر حاجه هيلثي موجوده، زي مثلا اللحمه المشويه او الفراخ المشويه. فده برضو بالنسبه لي من شخص اتحول ان هو تقريبا كل يوم بدون مبالغه اكل من بره، اللي هو الى حد ما مثلا ممكن مره كل اسبوعين كده. فده بالنسبه لي انجاز كبير قوي قوي السنه دي. رابع حاجة ودي أهم حاجة أنا عملتها في حياتي كلها، مش 2024 بس،
وهي إن أنا طلعت عُمرتين، عُمرة رجعت منها تقريبًا في بداية السنة، وعُمرة رجعت منها من شهر كده. بجد ده يعني ما فيش إحساس في الدنيا هيبقى حلو زي إنك تشوف الكعبة، زي إنك تلمس الكعبة، زي إن ربنا أساسًا يرزقك مرتين ورا بعض، ده توفيق كبير أوي، أوي من عند ربنا. مش عايزة أتكلم في النقطة دي كتير عشان ما يبقاش رياء، بس بجد فكرة إن ربنا يرزقك الموضوع ده فترة العشرينات دي حاجة كويسة جدًا. ممكن حد يكون راح وهو صغير، ممكن حد يروح 100 مرة، فبالنسبة له برضه فكرة إنِك رُحت عُمرة دي حاجة عادية، بس بالنسبة لي أنا حاجة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. أتمنى طبعًا إن ربنا يرزقني بيها مليون مرة. مش عايزة أتكلم في النقطة دي كتير عشان ما يبقاش رياء زي ما قُلت، بس ده أكتر إنجاز أنا مبسوطة فيه في حياتي كلّها، في فترة العشرينات كلّها إن شاء الله يعني لحد ما ربنا يرزقني تاني وأنا أكبر من كده. غير كمان إن أنا جرّبت بقى حاجات جديدة، أكل جديد، مشروبات جديدة، اتمشيت في حتت جديدة، جِبت لنفسي حاجات قيّمة وحاجات تافهة. بجد كانت تجربة يعني أكتر من رائعة مليون مرّة. كمان المرّة التانية كمان كانت أحسن من المرّة الأولانية، لإن طبعًا كنت اتعلّمت حاجات أكتر، عرفت إزاي هادعي، عرفت إزاي مثلًا إن أنا هاعمل المناسك بطريقة أحسن. بجد، بجد الموضوع ممتع وتحفة ورائع، ومبسوطة بيه جدًا، جدًا، جدًا. وزي ما قُلت إن دي من أحسن الحاجات اللي أنا عملتها في حياتي كلّها مش بس في 2024. خامس حاجة وهو إن أنا بقيت أكتر من 55,000 followers على الإنستجرام، وحوالي 100,000 على التيك توك، وحوالي 60,000 على البيج بتاعة الفيسبوك، وحوالي 2500 على القناة بتاعة اليوتيوب. أنا عارفة إن ال2500 بالنسبة لباقي السوشيال ميديا رقم صغير جدًا، ولكن بجد أنا تعبت فيه جدًا، 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 وأتمنى يكبر، 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 يكبر. ولكن أنا بجد ممتنة لحوالي 220,000 شخص بيتابعني على السوشيال ميديا كلّها، ده بجد رقم كبير أوي، أوي، أوي بالنسبة لي. لو أنا مثلًا حطيت العدد ده في شقة أو في فيلا كبيرة، بجد مش هيستوعب أكيد، أكيد ال215,000 شخص دول. فأنا ممتنة، ممتنة لكل حد بيتابعني في أي مكان على السوشيال ميديا، على الفيس، على الإنستجرام، على التيك توك، على اليوتيوب، وأتمنى إن هم يزيدوا كتير أوي، 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 أوي. بس شكرًا جدًا وممتنة جدًا، جدًا. سادس حاجة وهو إن أنا قرأت كتب فعلًا أكتر من كل سنة الحمد لله، وأكيد، أكيد استفدت منهم. وفي كتابين أنا حابة إن أنا أشيّرهم معاكم. أول كتاب هو أول مرة أتدبّر القرآن. الكتاب ده فعلًا أكتر من رائع، جميل، 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 بيوصف الصور بشكل شيّق، بيعلّمك حاجات كتير جدًا. يعني تقريبًا كل الحاجات اللي أنا معلّمة عليها دي حاجات فعلًا أبهرتني جوّه الكتاب. يعني وخصوصًا كمان لو هتقرأه في وقت أنت أساسًا بتقرأ فيه القرآن، عايز مثلًا تختمه أو كده زي وقت رمضان. أنا قرأته في الوقت بتاع رمضان، بجد تحفة، تحفة، ما فيش كلمة على الكتاب ده. تاني كتاب اللي هو ابدأ بالأهم ولو كان صعبًا. الكتاب ده فيه 21 طريقة بيعلّمك إزاي إن أنت ما تماطلش وما تسوّفش في الحاجات اللي وراك، وإن أنت تخلّص حاجتك على طول. الكتابين دول بجد أكتر من رائعين، هاتوهم واقرأوهم بجد على ضمانتي. سابع حاجة وهو إن أنا لازم كل يوم أكتب 5 حاجات أنا ممتنة ليها في يومي. طبعًا مش لازم حاجات تبقى واو وحاجات سوبر وكده، لأ حاجات بسيطة جدًا، جدًا، جدًا. ده فعلًا هيعلّمك إزاي تستشعر النعمة في أبسط الحاجات. أكيد، أكيد كان بيحصل أيام كتير مش حلوة، كان بيحصل لي مواقف وحشة، أكيد زي أي حد في الدنيا. بس فعلًا الموضوع ده هيخلّيك إزاي تستشعر النعمة حتى في الحاجات الوحشة دي. بجد الكلام ده مش كلام كليشيه وخلاص، الكلام ده فعلًا حقيقي ومن واقع تجربتي. فبجد يعني جربوها للسنة الجديدة كده، إن كل يوم تكتبوا 5 حاجات أو حتى 3 حاجات بس أنتم ممتنين ليها في يومكم، وشوفوا بجد نهاية السنة النوت اللي بتكتبوا فيها دي هتبقى أحلى حاجة طلعتوا فيها بالسنة كلها. تامن حاجة وهي فكرة الصحيان بدري. أنا بقى لي فعلًا سنين باشتغل على فكرة إن أنا أصحى بدري، والحمد لله يعني السنة دي أكتر سنة أنا انتظمت فيها إن أنا أصحى بدري، تقريبًا الساعة 5:00، 5:30. فعلًا يومي أطول من أي حد، في بركة في يومي، عندي وقت كبير إن أنا أنجز حاجات كتير في يومي. فبجد فكرة الصحيان بدري دي حاجة فوق الرائعة. وأهم حاجة بقى في الموضوع ده كله إنك بتقوم تصلي الفجر. يعني أعتقد إن أنت حتى لو ما عملتش أي إنجاز في يومك، فكرة بس إن أنت قُمت الفجر وصلّيت الفجر وسُنّة الفجر اللي هي خير من الدنيا وما فيها، فده إنجاز كبير أوي، أوي. حتى لو أنت ما أنجزتش أي حاجة في يومك تاني غير الركعتين بتوع السُنّة وركعتين الفجر، فأنت كإنّك أنجزت أحسن حاجة في الدنيا. فبجد فكرة الصحيان بدري بقى إنّك هتقوم تخلّص اللي وراك، تنجز حاجات كتير أوي في يومك، يومك أطول من أي حد. فكرة النشاط اللي بيحصل لك تحفة، تحفة، لازم تجرّبوها.
تاسع حاجة ودي بجد من أحلى الحاجات اللي أنا عملتها في حياتي كلها مش بس 2024، إن أنا اشتركت في دورة اسمها دورة أول شبر. الدورة دي يعني هاديكم مثل كده، وطبعا لله المثل الأعلى. لما بتحب حد من صحابك تحاول تقرب منه، بتحاول إن أنت تعرف عن شخصيته أكتر، عن أسلوبه أكتر، عشان تحبه وتتعلق بيه وتقرب منه. نفس الكلام طبعا على ربنا، يعني باختلاف الأمثلة يعني. طبعا أنت حابب تقرب من ربنا، حابب إن أنت مثلا ما تعصهوش، حابب ان انت تتعلق بيه اكتر. هتعرف ده ازاي؟ اللي عن طريق انك تعرف اسمائه وصفاته. الحاجات دي هتحببك اكيد اكيد فيه اكتر. مش هتحب ان انت تعصيه، هتحب ان انت تقرب منه اكتر. فكره المجاهده نفسها وبتجاهد نفسك دي من صفات اهل الجنه. للاسف يعني مفيش حد فينا اكيد ما بيعملش ذنوب، او اكيد ساعات بيعصي ربنا، احنا دايما بنعصي ربنا. بس فكره ان انت بتجاهد نفسك دي حاجه كبيره قوي قوي عند ربنا، لان هي من صفات اهل الجنه. تاني حاجة بيعلمك يعني حاجات مثلا زي الصلاة، الصدقة، الصيام. مش بيعرفك عنها من أول وجديد، بس بيحببك فيها أكتر، يخليك إزاي تعملها بطرق أحسن بكتير. فبجد يعني حاجة تحفة جدا جدا انك تشترك في الدورة دي. هي انت هتلاقيها بكل سهولة، هتكتب اول شبر على الانستجرام، هتخش في البايو، هتملى الابلكيشن اللي هم طالبينه منك، وبس كده خلاص. ما هيحددوا بقى معاك الوقت والموضوع خلص على كده. اهم حاجة بس يكون عندك التليجرام، لان هم بيفتحوا اللايف بتاعهم عليه. بس مؤخرا يعني بقوا بيعملوه على اليوتيوب، بس اكيد بيبعتوا لك اللينك برضو على التليجرام. فانت على الاقل لازم تخش دقيقه كده تفتح اللينك، وبعد كده يوديك هو يعني بطريقه تلقائيه يعني على اللايف بتاع اليوتيوب. وبس كده، مش هتكلم في النقطه دي كتير عشان ما احسش ان انا الرياء ده. بس بجد دي حاجه تحفه جدا جدا، عايزه كل الناس اللي انا اعرفها في العالم تستفاد منها. فبس كده في النقطه دي. بس كده لحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. لحد ما اشوفكم الفيديو الجاي، كونوا بخير والى اللقاء.